اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اللهم ارحم والدي وعمي وابن عمي وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، اللهم اسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. اهلا وسهلا بكل حد جديد مشرفني في القناه، اهلا وسهلا بكل حد معايا في القناه مشرفيني ومنوريني. انا اسمي اسراء، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا يا اسراء، معاكي النهارده فراخ. عايزه اقول لكم اتصدمت، اخر مره كنت سائله على الفراخ من كام يوم، بس يعني مش من بعيد، كانت ب 36 تقريبا، كانت ب 36. النهارده نازله عشان اجيب بقى فراخ، ان يعني ما جبتش اللحوم بتاعه الشهر بتاعتي، لقيتها ب 42 جنيه. 42. اما وقفت، يعني انا هقول لكم اللي حصل بصراحه. وقفت انا وبتاع الفرارج يعني، فبساله على سعر كل حاجه، دي بكام ودي بكام ودي بكام، لاني بصراحه قلت لو لقيت الفراخ غاليه فهجيب وراك واجنحه وكبد وقوانص وكده. فوقفت، الفراخ بكام؟ ب 42، غاليه. فسالت الوراك بكام، الكبد والقوانص ب 50، الاجنحه اللي بالعضمايه ب 30، اللي من غير العضمايه ب 35، الدبابيس بحاجه ب 35 تقريبا او ب 37، والله ما ركزتش فيها قوي. البانيه ب 85 جنيه. فوقفت انا كنت يعني كاتبه الحاجه دي والبديل بتاعها. ايه هي الحاجه وايه البديل؟ قلت لو ما لقيتش، لو لقيت الفراخ غاليه هجيب وراك وهجيب كبد وقوانص وهجيب اجنحه. تمام كده، تمام. وكنت حاطه الرينج المعين بتاعه. لقيت لما حسبت، كنت طبعا حاطه ان انا لو هجيب وراك وكبد وقوانص، كيلو ونص كبد وقوانص و3 كيلو وراك مثلا، يعملوا لي 7 8 وراك، و2 كيلو اجنحه. اما جيت وقفت حسبتها لقيتها معديه ال 250 جنيه بمراحل، لقيتها معديه يعني. كيلو ال3 كيلو وراك كانت عامله 100 حاجه و30 جنيه، الكيلو ونص كبد وقوانص عامله 75 جنيه، الأجنحة 2 كيلو عاملين 70 جنيه. فلقيت ان الموضوع لا، طب انا كده في الاخر اسمي جايبه كبد وقوانص ووراك والكلام ده كله. قلت لا، انا هجيب عشان الصدور تنفعني في اكلات تانية، وتوفر عليا في اكلات تانية، وتدخل معايا واستفيد منها في بانيه، في شاورما، في بيتزا بالفراخ، في اي فطير بالفراخ، في اي حاجة تانية. ممكن اعملها كفتة كمان، كفتة فراخ. فما جيت وزنت 3 وراك، تلات فراخ، قلت له عايزاهم في حدود 250 جنيه. لقيت ان انا هستفيد 6 وراك، هستفيد 6 اجنحة و3 زوار والعظمة بتاعة الصدر، هستفيد بكيلو ونص وبانيه. طبعا البانيه ب85، فاحسبه بقى كيلو ونص في حدود 150 جنيه. وهستفيد ب6 كبد وقوانص. فقلت لا، انا اولى بده كله هو نفسه، وانا بحسب معاه واقول له طب انا لو جبت كذا وكذا وكذا، حسبت اللي هو الفرط منهم داخل في 300 جنيه. لكن لما قلت له لا، انا هجيب 3 وراك في كبد وقوانص وفي وفي وفي، قال لي، راح باصص كده اللي هو ايوه ايوه فعلا انت صح. قال لي هو في ناس بتحسبها كده وكده، بس هي فعلا الطريقه بتاعتك هي اللي صح. فجبت 3 فراخ، 3 فراخ دول عاملين 260 جنيه، 266 جنيه للامانه، 266 جنيه. خدت منهم اللهم بارك 6 وراك. 6 وراك دول انا هقطعهم فخده ودبوس علشان خاطر يكفوا معايا في اطول فتره. هرد بس على تعليق جالي ان انتي بتخزني من دلوقتي لرمضان، واحنا فين ورمضان فين، واحنا كده انتي كده بتعملي الغلا ومش الغلا. هو انا اول حاجة، يعني انا مش زعلانه، بس الطريقه تكون الطف من كده شويه. دي حاجه. الحاجه التانية، هو انا لما هجيب اخازين لبيتي ابقى انا كده اللي بعمل الغلا؟ يعني انا كفرد هعمل الغلا؟ هتقولي لي طب ما غيرك هيشوف وهيجري وهيعمل زيك. اولا انا الحاجه دي مش جايباها ليا انا جايباها لشنطه رمضان. تعرفي ان انا جايباها اللي هستعمله استعمله والباقي هشيله لشنطه رمضان. شايفين الغلا؟ ففي الناس اللي مش قادره تجيب، او الدنيا غالية عليها بزيادة، فمش هتقدر ان هي تجيب الحاجات دي. فاحنا بنحاول ان احنا ندي نوايا بتسند الزير مش اكتر. فالحاجة دي انا مش جايباها ليا، انا جايباها لشنط رمضان، يعني تجهيزات كرتونة رمضان بأمر الله تعالى. فجبت ال6 وراك دول. طبعا من ضمن الفراخ جبت اللهم بارك اللهم بارك، بصوا الصدر، الصدر اللهم بارك
حلو. هو حتى قال لي الثلاث صدور هيعملوا معاكي كيلو ونص، وممكن يدخلوا في 2 الا. هم ما شاء الله وزنهم حلو جدا. عملت معايا الكبد والقوانص ديت لوجبه، طبعا هيتضاف عليها البصل والفلفل والكلام ده كله. عملت كمان معايا الوراق الاجنحه والزوار والعظمايه بتاعه الصدر اهيت. بشيل العظمايه بالزوار وجبه، والجنيحه ديت لوجبه تانية. يبقى كده عندي اللهم بارك اللهم لك الحمد. الوراك دي زي ما قلت لكم هقطعها فخده ودبوس علشان تكفي معايا اطول فتره ممكنه، وديت هشيلها زي ما هي. انا طبعا نقعهم في ملح وليمون، هشيلها زي ما هي علشان خاطر لو حابه ان انا اعملها بانيه، او ان انا اعملها كفته، او اقطعها شاورما، او اقطعها مكعبات كده في بانيه، او قصدي في بشاميل او نجريسكو، او ايا كانت الوجبه اللي هتتعمل فيها. كنت جايبه زوجي بصراحه اللي جابها مناديل المطبخ دي، مش عارفه بصراحه سعرها كام، بس هكتبها لكم على الشاشه، يعني هساله بكام وكده واكتب لكم سعرها على الشاشه. وفرت معايا في الزيت جامد جدا. بتشرب الزيت، يعني بتخلي الاكل طالع، البطاطس خصوصا من غير زيت قوي. الخضره كنت سالت عليها في السوق، كنتوا سمعتوا انتوا في الفيديو بتاع السوق، الحزمه بنص جنيه، انا جايباها من عند البيت هنا بجنيه، فجبت 5 ب5 جنيه. بس دي كده كانت مشتريات بتاعه اللحوم، 266 الفراخ و5 جنيه الخضره، يعني 271 جنيه. 271 جنيه. 266 دي الفراخ ان شاء الله تقضيني الشهر كله بامر الله يا رب، واحتمال تكفي معايا للشهر اللي بعديه، لان انا عندي لسه صدرين من الشهر اللي فات، فقلت ازود عشان الصدور هي اللي هتنفعني في كفته، في حواوشي، في زي ما قلت لكم يعني هتدخل في اكلات كده كتير بامر الله. بس ده كده كان فيديو مشتريات النهارده من اللحوم، اتمنى يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه.